السلام عليكم. أكلة كانت وحشاني جدا. أنا بجيب سمك وبشوي، بس السمك الخنيني ده اللي كان وحشني، السمك بتاع الملاحة بتاع زمان، سمك أمي وحماتي وستي. يلا بينا نشوف. أنا لقيت النهاردة حبة سمك كده بيتنططوا عند الراجل، وجبت لي شوية، سبتهم في شوية في الحوض كده لما يعني طلعوا في الروح. عشان انا بخاف امسكه وهو بيلعب يعني. والمهم انا شطفته وحطيت شوية ملح وسيبته شوية يتملح، وبعد كده ارجع تاني اشوف هنعمل ايه. انا بقدم عادة مع السمك المشوي كشري وسلطة. النهاردة كان السمك مع فول بالطحينة وبطاطس، سلطة وبطاطس مقلية. هنا انا بحط السمك في الردة الناعمة، بجهز السمك كله كميتي كلها وبخلصه، وبعد كده بروح عند السوجة. في الوقت ده انا كمان بجهز للسمك خضرة، بصل وطماطم وبصل اخضر وبقدونس، عشان هحط فوق الوش وهحط في المية معانا للمية بتاعته توم وفلفل احمر والملح وحبة من الخضرة اللي انا مجهزاها. هنزل عليهم بالمية واقلب كويس، وبدوق بطرف لساني ان هو عايز ملح ولا لا، لان السمك لازم حياءه يبقى كويس من الاول. تمام. يلا بينا كده خلاص. انا تمام. حاطه الصاجة على النار تسخن، وهبدأ انزل بالسمك بتاعي، وهفضل اقلب شمال ويمين فيه وعلى سيفه. هوقفها بحيث ان السمكة تبقى مستوية من كل النواحي. السمك ده يا جماعة والله بالأمانة جميل جدا. هو على فكرة مش رخيص برضه، هم بيبيعوا غالي، بس بصراحة كان طعمه حلو جدا وكان عاجبني وكان وحشني. أتمنى كده ان وصفة السمك تعجبكم، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم، ويا رب تملي كده نتجمع على خير وعلى سفرة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين.